ازيكم؟ عاملين ايه؟ دايما كلام النرجسي معاكي بيقول كلام ويقصد حاجة تانية خالص. النرجسي عامل زي الشفرة، كلامه زي الشفرة. لازم نفك الشفرة دي ونعرف هو يقصد ايه. دايما كلام النرجسي معاكي بيحتمل معنيين: نص صريح وده اللي بيقوله بلسانه، ورسالة مشفرة بتكون غامضة. دايما في رسالة ظاهرة ورسالة مخفية أو غامضة، زي الفيروس تمام. الفيروس بيكون مغلف، وداخل الغلاف ده في ال RNA أو المادة الجينية أو الوراثية يعني، وهي دي الرسالة المشفرة بتاعة الفيروس. الفيروس بيحتاج لخلية حية علشان يترجم ال RNA ده لفيروسات جديدة أو بروتينات جديدة، والغلاف ما هو إلا رسالة خداع للخلية. بالتالي الغلاف بتاع النرجسي دايما مخادع، دايما مش صح. كلامه دايما معقول ومرن ومقنع لكل اللي حواليه، عقلاني كده وحكيم ومسيطر على انفعالاته. ده الغلاف اللي حوالين الفيروس، ده الغلاف اللي حوالين كلام النرجسي. دايما كلامه بيكون معقول، مرن، عقلاني، مقبول. تحس انه واحد قادر على الاقناع فعلا، بني ادم ناضج مسؤول موثوق فيه. دي الصورة طبعا اللي بيوصلها دايما للي قدامه، واجهة خارجية، لكن في العمق في رسالة تانية خالص تخليكي عايزة دايما تفكيها وتعرفي ايه الشفرة اللي بيتكلم بيها النرجسي، او يقصد من ورا كلامه ايه. وفكك لشفرة النرجسي ده بيعتمد على التجارب بتاعتك السابقة معاه. يعني من كتر عشرتك للنرجسي هتقدري تعرفي هو يقصد ايه بكلامه ده، هو يقصد ايه بتلميحاته دي، هو يقصد ايه بالشعللة اللي بيعملها. طبعا احنا عارفين ان اساليب النرجسي ما بتخلصش. لما بيقول كلام مترتب وعقلاني كده، هو ده الغلاف اللي عايزكم تشوفوه، او الصورة اللي عايز يظهر عليها. واجهة جميلة، لكن في الداخل حاجة تانية خالص محدش يعرفها. النرجسي وهو بيتكلم بيفضل يرص يرص كلام بدقة وعناية، وما بيغلطش وما بيتلجلكش، بيرتب كلام كويس قوي. انت من كتر اللي شفتيه معاه بقيتي خلاص خبرة. كل المناقشات معاه والهات وخد والخناقات والاساليب اللي بيستخدمها معاكي والجاز لايتنج والكلام ده كله، عارف هو بيتكلم ازاي ويقصد ايه. هو حافظ ايه اللي بيستفزك، ايه اللي بيخليكي تديله الوقود بتاعه. بيعرف يلعب كويس قوي قوي معاكي بالكلام. حاجات كتير قالها لك وحاجات كتير قلتيها له، فخلاص بقى حافظك. من أساليب التمثيل والغش والخداع بتاعه إنه يلعب دور الضحية. دايما دايما يعيش في دور الضحية. هو معتقد دايما إنه ضحية. دور الضحية هو اللي بيبرر له كل الحاجات الغلط اللي بيعملها وسوء سلوكه وتصرفاته المزرية. كل ده بيخليه حافظ دايما على دور الضحية، كأنه طفل صغير ما عندوش عقل ولا إدراك، ومش مهم أي حاجة يعملها ما هو صغير. النرجسي كمان مش مهم أي حاجة يعملها ما هو ضحية. عشان كده دايما بيحب يحافظ على دور الضحية ده، وبيمثله كويس قوي. هو بيتلاعب بيكي وبيسقط عليكي كل اللي هو بيعمله، وبيسيء معاملتك. بيطلع في الآخر هو الضحية الغلبان اللي انت بتسيئي معاملته وبتستفزيه. عايز يوصل للناس كلها ان انت اللي مؤذية. عارفة ليه؟ لان طول ما انت مؤذية هو ضحية، طول ما انت شريرة هو غلبان. يفضل يعمل كده، غسيل مخ فظيع للناس اللي قدامه. انا ضحية انت مؤذية، انا ضحية انت مؤذية. يكذب الكذبة ويصدقها ويخلي كل اللي حواليه يصدقوها. تاني اسلوب من اساليبه
الإسقاط. النرجسي كل اللي هو بيعمله معاكي بيوهمك ان انت اللي بتعمليه. هو متواضع وصادق، هو بريء، بياخد كل الصفات دي منك انت، وبيرمي عليكي انت بقى صفاته السيئة البشعة. يقولك انت أنانية، انت قاسية، انت ما عندكيش قلب، انت بتهنيني وخليتيني افقد اعصابي وطلعتيني عن شعوري. تفضلي انت من كتر كلامه عنك كده تسألي نفسك: هو انا فعلا اذيته بجد؟ يمكن هو انا بجد مستفزة للدرجة دي؟ انا استفزيته للدرجة دي؟ انا اسأت اليه؟ هو بيقول ان انا اسأت اليه، انا فعلا اسأت اليه؟ كل ده انا كده بقيت نرجسية. النرجسي عايزك تحسي بالخجل من اللي انت بتعمليه، تتكسفي من نفسك وتحسي بالذنب، تفضلي تأنبي في روحك وتقولي انا السبب، انا اللي عملت كده. طب ما يمكن لو عملته بطريقة تانية يبقى احسن. كل الوحش اللي فيه بيجيبه فيكي. الطريقة الثالثة هي الجاز لايتنج. النرجسي لما بيستخدم اسلوب الجاز لايتنج او الشعللة بيكون عايز يشككك في قواك العقلية. لا يمكن النرجسي هو بيتكلم معاكي يريحك في الكلام ابدا، لازم يراوغك وياخد ويدي كتير كتير كتير، رغي رغي رغي، بدون ما تفهمي ايه المغزى وايه الهدف من كلامه. من كل الرغي اللي عمال يعمله ده انت مش فاهمة منه حاجة. مع ناس كتير كتير بيتكلم، مثلا لو في ناس في قاعدة بيحلوا خلاف بينك وبينه، تلاقي القعدة تطول وتطول وهو يلف ويدور ويجيب حاجات من القرن الماضي وحاجات من امبارح ويدخل كلمة من الشرق على كلمة من الغرب، ويدخلك في حوارات ويحكي حاجات ملهاش علاقة بموضوعنا أساسا. وفي الآخر الناس تفرهد وتلاقي المحصلة صفر، ما طلعتيش منه بأي حق ولا بأي باطل. ولو انت وهو بقى مع بعض لوحدكم يستخدم الأسلوب ده بكل قوته لغاية ما يحسسك إنك مجنونة. ايه ده؟ انا قلت كده؟ ايوه. انت مش فاكره؟ ازاي مش فاكره ان انت قلتي لي كذا كذا كذا؟ يا سيدي انا ما قلتش كده، انا اصلا ما اقدرش اقول كده. يا لا 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 لا، انت بجد انت فظيعه، انت بقيتي بتنسي، انت لازم تتعالجي. فاكره لما عملتي كذا؟ انا عملت كذا ده، انا ما اقدرش اعمل ده. لا 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 لا، انت بيتهيألك. انا بيتهيألي؟ انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل بالظبط. الحكايه واضحه جدا لكل الناس وليا، وليك انت كمان، انك انت الغلطان، انت اللي بتأذيني، انت اللي بتطول عليا. ازاي تطلع انت كده المظلوم وانا اللي قلت وانا اللي عملت؟ امتى ده؟ امتى قلت كده؟ امتى عملت كده؟ خليكي عارفة وفاكرة كويس قوي، النرجسي من جواه عداوة وكراهية ورغبة في تدميرك شديدة جدا جدا. طبعا حتى لو بيتظاهر بالعكس، غصب عنك وغصب عنه بيوصلك الشعور ده، شعور الكراهية. كتير كتير بيقولوا لي: معقول فعلا انا بحس فعلا ان انا عدوته مش مراته وحبيبته وام ولاده، بحس انه فعلا بيتعامل معايا على اني عدوته. كل ده بيهز ثقتك في نفسك واستقرارك الداخلي، لان الكراهية حالة غير طبيعية، مش هي دي الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها. انت بتفضلي تسألي نفسك: ليه بيكرهني؟ يمكن انا مش كويسة في حاجة. وتبدأي فعلا في ان ثقتك بنفسك تتهز، وكمان تتهز نظرتك للعالم. تفضلي تقولي: هم ليه شايفيني كده؟ هم ليه اللي حواليا بيقولوا عليا ان انا اللي متجنية عليه وهو كويس وانا اللي مش فاهماه؟ هو طيب وانا اللي مش عارفة اطلع الحنية اللي في قلبه. الطريقة الرابعة او الاسلوب الرابع هو التلاعب والاستفزاز اللي بيعمله معاكي النرجسي. انت بالظبط بتعملي اللي هو عايزه. يعني مثلا يتجاهلك، يحسسك انك مش موجودة، مش موجودة، مش موجودة، غير مرئية تماما، شفافة. والشعور ده أسوأ شعور يخوف أي إنسان في الدنيا. الطفل الصغير
وهو لسه صغير دايما بيعمل كل حاجة علشان يجذب انتباه أمه ليه. لو حس إن أمه مشغولة أو متجاهلاه بيخاف جدا جدا، وبيحاول يعمل أي شيء علشان يلفت نظر أمه، لأن نظر أمه ليه هو ده سر بقائه في الحياة. بيحس إن بقائه على قيد الحياة مهدد لو أمه تجاهلته. لازم أمه تكون شايفاه وحساه. النرجسي بقى بيتجاهلك، بيتجاهلك تماما، يحسسك إنك مش موجودة أصلا. كل ده لأن إحساس التجاهل بيدمر عقل الضحية وبيدمر نفسيتها. النرجسي لما بيتجاهلك بيتجاهل كلامك وطلباتك ورغباتك وتفضيلاتك وأولوياتك وكل حاجة، بيتجاهل عواطفك، بيحسسك فعلا ان انت شفافة، انت مش موجودة اصلا. وده اسمه عدوان سلبي. العدوان السلبي ده الاسم ال يعني العلمي للي احنا بنقوله ده. بيرهقك، بيرهقك جدا. نوع تاني من انواع العدوان السلبي انه يوعدك، يوعدك وفي الاخر ما يحصلش حاجة ابدا من اللي وعدك بيها. كأنك بتعومي في الرمال المتحركة، كأنك بتحفري في البحر، جهد كبير 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 ومفيش أي فايدة. دايما يماطل، دايما يسوف، دايما يوعد ويخلف وعده. كل ده علشان يجيب لك إحباط. يوعدك إن انتوا هتخرجوا تروحوا مكان، يوعدك إنه هيجيب لك حاجة شقة أو عربية أو كلام من ده وما ينفذش. يوعدك إنه هيسيبك تنزلي تشتغلي وما ينفذش. يوعدك بأي شيء، كل ده عشان يجيب لك إحباط. النرجسي كمان بينسى أو بيتعمد إنه ينسى. بينسى اللي انت بتطلبيه. نسي انت عايزة ايه، نسي انت اتفقتي معاه على ايه، نسي وعده ليكي، نسي تاريخ كذا أو ميعاد كذا أو وقت كذا. دايما دايما نسي. النسيان نوع من أنواع العدوان السلبي عليكي برضو. بيحسسك انك مش مهمة بالنسبة له. لو انت مهمة مش هينسى حاجة تخصك. بيتعمد يغيب ولا يتواجد في أكتر وقت أنت محتاجاله فيه. متعمد. تبقي مثلا في موقف يعني محتاجاله، عربيتك عطلت في حتة وبتكلميه وعايزاه، ويعرف ان انت عايزاه ويتعمد انه ما يردش عليكي ويسيبك لوحدك. حصل لك موقف صعب مع اهلك، حد من اهلك جراله حاجة بعد الشر او كده، والمفروض ان هو يكون جنبك ومعاكي ويسندك ويقف جنبك زي اي زوج محترم، يتعمد انه يسيبك علشان يحبطك برضه. دايما غايب بجسمه وعقله وروحه. يبقى الموضوع فعلا مهم ومش هينفع غير بيه. هو مش هيتم اصلا غير بوجوده. وفجأة تدوري عليه ما تلاقيهوش، وتسمعي بقى اعذار غبية بعد كده. او يقولك انا نسيت، او يقولك عادي ايه يعني، نروح تاني مفيش مشكلة، حددي ميعاد تاني. او يقولك مثلا لو موقف زي ما بقولك كده اهلك بعد الشر في حد فيهم تعبان او حاجة، يقولك ما كل قرايبك حواليك، انت عايزة مني انا ايه. اهمال واستهتار باي حاجة تخصك. كل الاساليب دي عدوان سلبي عليكي. عايزة اقولك ان مفتاح التواصل مع النرجسي بشكل فعال فعلا هو انك تتجاهلي الرسائل المخفية دي. يعني تجاهلي تماما اللي هو يقصده. اتعاملي مع كلامه الظاهر فقط. تجاهلي قصده، تجاهلي نيته. انا عارف ان في ناس ما بتقدرش فعلا تعمل ده، وفي ناس لسه في قلب العلاقة مع النرجسي والنرجسي لسه عنده سيطرة عليكي.
والنرجسي داخل دماغك، عايش في كل ذرة فيكي، في كل كيانك وفي تفكيرك، حتى وهو مش موجود. انت عايزة تفصلي نفسك عنه بس مش قادرة. سمه بيوصلك مهما بعدتي. طول ما هو عايش معاكي اعرفي ان سمه هيوصلك هيوصلك. لازم تتعلمي تحمي نفسك منه. اتعلمي انك تتعاملي مع الظاهر فقط، ما تديلوش اي فرصة انه يحقق نيته او يحقق هدفه الداخلي. عشان كده بقول للناس اللي بعدت عنه خلاص، اللي قررت ان هي تطلعه من حياتها، اوعي اوعي تتعاملي تاني مع النرجسي بصورة مباشرة. اول ما تقدري تبعدي عنه ابعدي فعلا. اوعي يتواصل معاكي بصورة مباشرة كده منك ليه، لا، خليه يتواصل معاكي عن طريق المحامي بتاعك، عن طريق حد من قرايبك، والدك، والدتك، اي حد الا انتي. حد ما يكونش مهم بالنسبة للنرجسي، حد ما يهمهوش انه يتلاعب بيه، حد ما يظهرش، يعني ما يظهرلهوش كلام ويخفي كلام تاني خالص. ولو ان النرجسي دايما دايما بيعمل ده مع كل الناس، لانه دايما كذاب وغشاش ومخادع. بس نصيحتي ليكي خليكي بعيد على قد ما تقدري، خليكي بعيد وما تتواصليش معاه بأي شكل من الأشكال طالما قدرتي تخرجي من العلاقة. أشوفكم الحلقة الجاية.